يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنعمل مع بعض حاجه يا جماعه انا بعشقها، وانا مبسوطه جدا 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 النهارده ان انا هعمل الاكله دي، وهي طبق الكشري المصري الاصيل. بصوا، ده احلى اكله انا بحبها عشان خاطر انا متعلماها من تيتا حبيبتي ما شاء الله عليها. كانت بتعملها بطريقة حلوة جدا. آه، ليها كده نفس خاص وليها طعم خاص، بس انا حفظت الطريقة دي منها، ومش فعليا مش بغيرها خالص، لانها انا مهما ادوق في محلات الكشري، مش هقول لكم بقى انا هنعمل حاجة كده زي محلات الكشري اللي بره. لا لا لا، احلى واطعم بكتير. مهما اكل كشري عند حد او اكل في المحلات كشري من بره احسن محلات، ما بيعجبنيش ابدا. الكشري ده لو عملتوه معايا بنفس الطريقه دي اللي هي طريقه تيتا، هتعشقوا الكشري اكتر ما انتوا بتعشقوه من الاول. فيعني الفيديو ده لكل واحد بيعشق الكشري كده زي حالاتي، والدقه بقى والحوار ده. يلا بينا، يلا بينا نبتدي سوا، نمشي مع بعض خطوه خطوه. بصوا، انا هنا عندي حمص الشام اهو. ده كده حمص الشام هتنقيه. هتجيبي طبعا عشان الاكله تطلع مظبوطه، هاتي كل حاجتها بلدي، يعني ده احسن حاجه. فاحنا هنا انا نقيت الحمص وغسلته كويس اهو، حطيته في بوله كبيره كده. انا غسلته كويس، وهنغلي ميه في الكتل زي ما انتوا شايفين كده، وهحطها على الحمص في البوله. تمام. ليه؟ ده بيسهل السوى بتاع الحمص معايا، ده حمص بلدي. فيعني احسن يستحسن ان انت تجيبي الحمص البلدي، العدس بلدي. حاولي تستخدمي كل الحاجات اللي هنستخدمها في الكشري كلها تبقى بلدي. فانا هنا دي ميه مغليه كويس جدا، حطيتها على الحمص وهغطيه، وهسيبه بالظبط كده نص ساعه. تغطي باي حاجه، غطا بقى حله، غطي باي حاجه عندك، سيبيه نص ساعه كده على الجنب عشان يساعد في السوا بتاعه. وهنا بقى انا عندي عدس. العدس ده اللي هو البلدي، مش اصفر طبعا، انتوا عارفين العدس البلدي اللي هو بجبة. ده كده نص كيلو. برضو هغلي مية عندي في الكتل، وهحطه في بولة. غسلته طبعا كويس، تغسليه كويس قبل ما تحطي عليه المية زي ما عملت في الحمص. بصوا اهو انا غسلاه كويس جدا عشان طبعا بيبقى فيه اتربة وكده. وهنا برضو غليت مية في الكتل وحطيتها عليه اهو بالمنظر ده كده. برضو ده بيساعد في السوا بتاعه. امشي معايا خطوة خطوة، هتاكلي احلى طبق كشري. وهنا بقى انا جبت بصلاية كبيرة وقطعتها، وجبت حلة على النار حطيتها فيها، وحطيت شوية زيت، شوية زيت زي ما انا حطيت كده بس. وهنشغل النار وهنقلبها اهو. على فكرة يا بنات، انا هنا مش بشر البصلاية اللي هي تكون مبشورة قوي، لا، تكون اللي هي لو هتعرفي تقطعيها بالسكينة زي انا مقطعاها كده يستحسن، فهي بتعمل طعم حلو اوي في العدس. فده احسن من بشر البصلاية اللي هو الناعم. انا عايزاها تكون كده وتحمريها توصل للون ده. هنا بقى بعد ما صفيت العدس من المية المغلية، هننزل على البصلاية اللي حمرناها دي بالعدس، ونفضل نقلب فيه على النار لحد ما نشوحه. بصوا لحد ما ياخد لون. البصلاية وهي متقطعة زي ما بقولكوا كده اللي هو الحجم ده، بتدي العدس طعم احلى ما يكون مبشورة ناعم. اسمعوا كلامي بس كده. انا هنا ضفت المية بقى طبعا بعد ما العدس اتشوح مع البصلاية كويس، ضفت المية وغطيته وسبته يستوي. هنا انا شلته اهو من على النار. بصوا، هتبصي عليه طبعا كل شوية وتتابعيه، وهنوطي النار بعد ما يغلي لحد ما يستوي لوحده. هنا بقى جيت على حلة تانية كبيرة، حطيت الحمص بالمية بتاعته. طبعا المية بتاعته نظيفة لان هو مغسول كويس. فزي ما قلت لكم طبعا احنا هنكون غاسلين الحاجه كويس جدا عشان نحط عليها. اما بنحط عليها الميه المغليه بتبقى نظيفه ومش محتاجه غسيل. تمام كده. انا هنا ما حطيتش حاجه غير الميه
بتاعه العدس هو اللي انا كنت نقعاه فيها. وهنا انا جبت طماطم وقطعتها عليه بالمنظر ده. الطماطم دي في الاخر بتتشال. وحطيت 3 فصوص توم زي ما هما كده، زي ما انتوا شايفين كده. دي طماطمايه كبيره. لو طماطم صغيره عندك قطعي طماطمتين. وهنشغل عليه النار، هنعليها. وهتزودي طبعا ميه عشان خاطر يبتدي عشان خاطر يستوي فيها. الطماطم اللي انتوا شايفينها دي يعني كده كده في الاخر بعد ما بيستوي بتتشال، بس وهي كده بتدي طعم حلو قوي. وفي الاخر ممكن تقومي شايلاها بالمصفى، مش هتعمل اي حاجه، مش هتأثر معاكي. انا كده غطيت اهو على العدس، على الحمص قصدي. تمام. وسبته ايه مع نفسه يغلي. نيجي بقى للعدس. العدس كده بصوا استوى خلاص، انا طفيت عليه استوى. نيجي بقى للرز. هنحط ده كيلو رز على العدس، ده نص كيلو عدس هنحط عليه كيلو رز. تمام. فانا غسلت الرز وركناه على جنب. نيجي بقى للمكون الاساسي، طبعا المكرونه. تقدري تعمليها اسباجيتي، المكرونه اللي هي المقصوصه الصغنطوطه زي ما انت عايزين. حطيت الميه هي بتاعتها، حطيت شويه ملح وشويه زيت وسبتهم يغلوا عقبال ما اجيب الرز. بعد ما غسلته هحطه على العدس. ركزوا معايا كده محدش ينام. بصوا اهو كده انا خلاص العدس استوى زي ما قلت لكم. هحط عليه الكيلو رز ونقلب. طبعا انا مشغله النار اهو. هنا بقى انتوا بتشموا والله ريحه بقى خطيره. ريحه الحمص بقى ابتدت تطلع، عظمه على عظمه والله. يعني فعلا تيتا دي الله يرحمها حبيبتي هي اللي معلمه هوني، وفعلا انا معتمده الطريقه دي، وانتوا كمان هتعتمدوها من جمالها ومن طعمتها. كده بقى انا قلبت الرز مع العدس وحطيت الميه. طبعا ميه سوى الرز العادي اللي انتوا بتسووه، اللي هي الميه تكون على اعلى من مستوى الرز بالمنظر ده كده. وهنضيف هنا الملح سوى الرز عادي، لان كده كده طبيعي العدس استوى معايا. فاحنا هنا اللي ناقص يستوي بس معايا الرز. تمام. وهنا نص معلقه كمون صغنطوطه هنحطها، ونص معلقه بودر توم باودر، ونص معلقه بصل باودر هنحطهم على العدس والرز. وانا اقلبهم كده اهو ونغطي عليهم ونسيبه يستوي مع الرز. وهنا انا كانت ميه المكرونه اتغلت. هنا انا مستخدمه المكرونه يا جماعه اللي هي الزغنطوطه. فنوع المكرونه بقى اللي تستخدميه طويله او مش طويله، مقصوصه، اللي انت عايزاه، فدي حريه شخصيه. انا مستخدمه المكرونه اللي هي دي العاديه الصغنطوطه دي. كده هي خلاص اتسلقت وصفيتها وغسلتها، طبعا بتغسليها. تمام. وصفيتها وحطيتها في المصفى. نيجي هنا ده عندي كيلو طماطم عشان نعمل الصلصه بتاعه العدس. تمام. غسلتهم وركنتهم على جنب. وهنا الاربع ليمونات دول كده. انا عندي الحمص استوى، هنحط عليه الملح. هنحدق بقى، احنا بنحدق في الاخر بعد ما بيستوي. بصوا اهي الطماطم على فكره اهي فوق، تقدري تشيليها خالص هي خلاص نزلت الطعم بتاعها، تقدري تشيليها وبمنتهى البساطه ومش هتبقى ليها شكل اصلا. وحطيت نص معلقه كمون وحطيت الملح. وهنا هحط عليهم 4 ليمونات وتدوقي طبعا. بس انا يعني بالنسبه لكيلو الحمص الشام انا حطيت 4 ليمونات كبار زي ما انتوا شفتوا، والملح ونص معلقه كمون وبس كده. وهنا بقى انا خلطت الطماطم في الخلاط وفصصت توم زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت ملح وكمون عليه. هنهرس التوم. تمام. التوم ده يا جماعه انا هاخد منه معلقه وهسيب حبه كده عشان اعمل بيهم الدقه. تمام. كده الرز والعدس بتاعي استوى، والحمص كمان استوى خلاص. ما فاضلناش غير الصلصه. بصوا انا هنا حطيت معلقه زيت، شويه زيت يعني، وقلبت فيهم الثوم اللي هو المهروس بالملح والكمون. وبعد ما قلبته كده رحت نازله بشويه خل عليه. الريحه هنا بقى جنين 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 اهو زي ما انتم شايفين كده. هو بعد ما اتحمر شويه معايا
حطيت بقى الخل عليه ومشغله النار. بصوا، نقوم نازلين بالخليط بتاع الطماطم بعد ما عملناه في الخلاط، وبس كده، ونسيب الطماطم تتسبك. اظن سهله سهله اهو. هنا بقى هنيجي في اي حاجه صغنطوطه عندك، هنعمل الدقه، وطبعا الكميه زي ما انت عايزه. دي حبه التوم اللي متبقيين من التوم اللي هرسناهم اللي حطيتهم على الصلصه، هنحطهم هنا كده، ونحط عليهم شويه ميه وشويه ملح، وهحط ليمونتين هنا. طبعا هنا انتي هتدوقي على حسب اللي انتي يعني المزازه اللي انتي عايزاها. وهضيف طبعا خل اهو زي ما انتوا شايفين كده. يبقى احنا حطينا بقية الثوم المهروس مع الملح والكمون وشوية مية اللي انت عايزاه، وحطيت عليهم الليمونتين وشوية ملح وشوية خل. وطبعا هتدوقي طول ما انتي بتعملي وتقلبي فيها، وطبعا هتتزود. انا هنا سايبه الصلصه هي بتتسبك على النار، هي قربت خلاص تتسبك. بعد ما تتسبك خالص بناخد منها ونحط معلقتين على الخليط اللي احنا عملناه بتاع الدقه. بس كده، بصي خدت لون يجنن. طبعا الشطه ده اختياري، انا محطتش شطه هنا عشان انا مش حابه يعني الشطه اكلها، فده طبعا اختياري. حابه تاكلي شطه حطي ضيفي عليها الشطه بس كده. وهنا طبعا انا قطعت البصل بالحجم ده عشان نعمل البصل بتاع الكشري. هنحط اي حاجة على النار، وهنحط عليه شوية زيت زي ما انتوا شايفين كده، شوية صغنطاطين، ونفضل نقلب طبعا ونتابعه على النار لحد ما ياخد اللون اللي هو الكراميل ده. بصوا اهو بالمنظر ده كده، قرب خلاص يستوي ياخد اللون كده. انا خلاص خلصت. الريحة بقى مش عايزة اقول لكم، دي حاجة تانية، وهم والله وهم، فعلا خطيرة. خلاص هو كده تمام. بطلعه بقى في طبق خلاص، وبحط عليه شوية ملح طبعا عشان يتحدى، واقلبهم كده في بعض. خلاص كده، نيجي هنا بقى لشوية الزيت المتبقيين. هنا بقى التركاية الجامدة، نحط عليهم شوية ملح، ونقوم حاطين رشين عليهم على المكرونة المسلوقة، بيدي طعم للمكرونة بقى مش قادرة اقول لكم. دي كده تركاية بقى، ده سر من اسرار الطبق الكشري اللي انا عاملاه. بصوا بقى، اتفرجوا على الجمال والفن، لوحة فنية والله. الكشري والصلصة وحمص الشام والدقة. انا الدقة مش حاطة فيها شطة، عايزين تحطوا فيها شطة زي ما قلتلكوا تمام معاكم. وبس كده زي الفل، وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب.